علم من الأعلام البارزة والأقطاب الفذة، إنه الشيخ عبد المجيد حبة العقبي المغايري الذي ينحدر من قبائل بني سليم العربية. ولد الشيخ عبد المجيد حبة شهر ربيع الأول عام 1329 هجرية، الموافق لسنة 1911 ميلادية، بمدينة سيدي عقبة، في جو أسري محب للعلم. هذا الجو الذي حظي به الشيخ جعله محل عناية أبيه وأمه، ليعلموه مذ كان عمره 3 سنوات، ليختم القرآن الكريم وهو في سن مبكرة. لما كان عمره 3 سنوات أخذه والده إلى الكتاب، وبالتحديد إلى مسجد سيدي عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه. هذا المسجد العامر الذي كان قلعة من قلاع العلم في هذا الوقت الذي ولد فيه الشيخ عبد المجيد حبة رحمة الله عليه. أخذه إلى الكتاب، وقد ظهرت علامات نبوغه واجتهاده وسرعة حفظه وهو صغير في السن، وهذا مما أعطاه أن اهتم به علماؤه ومشايخه الذين كانوا يعلمونه، أعطوه اهتماما بالغا لم يعطوه لأمثاله وأقرانه من الصبيان. ولما كان عمره 15 سنة نقله والده وهو ابنه الوحيد إلى تلك الزاوية العامرة التي كانت بخنقة سيدي ناجي. خنقة سيدي ناجي كانت قلعة من قلاع العلم كذلك في ذلك الوقت، فسافر إليها وهو ابنه الوحيد، لا لشيء إلا ليطلب العلم وليكون من أعلام هذه الأمة رحمة الله عليه. كانت للشيخ رغبة كبيرة في الترحال لطلب العلم، قاصدا المنارات العلمية في ذلك الوقت كجامع الأزهر بمصر، وجامع القيروان، وجامع الزيتونة بتونس، إلا أن أمه أبت عليه ذلك. لما أراد ذلك وصارح والدته، وقد كان ابنها الوحيد رحمة الله عليه، فلم ترغب في ذلك. ولما رأى الدموع تسيل من عينيها أشفق عليها ودعت له بالعلم، وقالت له: هؤلاء الطلبة الذين يسافرون لطلب العلم سيأتون يوما ما ليطلبوا العلم على يديك. فاستجاب الله عز وجل لدعائها، وكان له ذلك رحمة الله عليه. برز رحمة الله عليه في كل العلوم التي كانت تدرس بهذه القلعة العامرة، فنبغ في علوم اللغة العربية، وكذلك في علوم الفقه وأصوله، وفي علوم التفسير، وحتى في علوم الرياضيات والفلك، وكل العلوم التي كانت تدرس بزاوية خنقة سيدي ناجي رحمة الله عليه. عاش الشيخ عبد المجيد حبة في بيئة سيطر عليها المستعمر الفرنسي بسياسة التجهيل ونشر التخلف والبدع والخرافات، وقد عمل جاهدا لمحاربة ذلك بكل ما أوتي بقوة بالإصلاح والوعظ والإرشاد. كانت تحدي العلماء في ذلك الوقت تحدي عظيم جدا، وهذا ما يبرز في أعمال جمعية العلماء المسلمين، وخاصة عند قيامها على يد رائد النهضة الإصلاحية في الجزائر الشيخ عبد الحميد بن بديس رحمة الله عليه. الشيخ عندما ولد وعندما ترعرع في مدينة سيدي عقبة كانت تنتشر الكثير من الشركية والبدع، ولهذا نجد الكثير من العلماء وعلى رأسهم الإمام عبد الحميد بن بديس والبشير الإبراهيمي والطيب العقبي، خاصة الطيب العقبي لأنه يعتبر أبرز علماء ومشايخ وأساتذة الشيخ عبد المجيد حبة رحمة الله عليه. ولهذا عندما وصل شيخنا رحمة الله عليه إلى درجة علمية تؤهله إلى الدعوة وإلى الخطابة وإلى نصح الناس، كان أول اهتماماته تصحيح العقيدة وتحذير الناس من الشرك وتحذير الناس من البدع. هذه تقريبا هي البيئة التي عاش فيها شيخنا رحمة الله عليه. برزت علامات النبوغ والنجابة لدى الشيخ مذ كان صغيرا، وكبر ذلك عندما بلغ سن 20، فقد كان شيخه الأول الشيخ الصادق الهادي يقدمه بزاوية خنقة سيدي ناجي للدروس والوعظ والخطابة،
وترأس بعض المجالس العلمية في ذلك الوقت. هذا التميز وهذا النبوغ الذي وصل إليه شيخنا رحمة الله عليه ذاع صيته في الجزائر، فسمع به كل علماء الجزائر في ذلك الوقت، وقد أثنوا عليه خيرا، حتى إن علماء كبار مثل عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه عندما قدم إلى مدينة سيدي عقبة واستفتوه بعض الناس قال لا يفتى عبد المجيد حاضر. وفي رواية أخرى ينقلها عنه بعض تلاميذه قال إذا حضر الماء بطل التيمم، يقصد بذلك حضور الشيخ عبد المجيد حبة رحمة الله عليه. وكان محل الثناء من كثير من علماء ذلك الوقت، فقد أثنى عليه الشيخ طيب العقبي رحمة الله عليه، وأثنى عليه الشيخ البشير الإبراهيمي رحمة الله عليه، وأثنى عليه كثير من العلماء، منهم الشاعر الجزائري محمد العيد آل خليفة الذي كان صديقه، وقد ألف في الثناء عليه وفي مدحه أبياتا هي معروفة إلى الآن رحمة الله عليهم جميعا. تعدت علاقة الشيخ حدود الوطن، فقد كانت له عدة مراسلات من شيوخ الأزهر الشريف ودار الإفتاء بالسورية والمملكة العربية السعودية، وذلك لمحل الثناء والثقة التي كانوا يكنونها له بسبب مكانته العلمية التي وصل إليها. كذلك من الذين أثنوا عليه الشيخ العلامة أبو بكر جابر الجزائري رحمة الله عليه. وكان كلما سافر شيخنا رحمة الله عليه إلى المملكة العربية السعودية أصر عليه الشيخ أبو بكر جابر الجزائري أن لا يبيت إلا عنده، كان يكرمه ويستضيفه ويحث كل الحجاج الذين كانوا يقدمون على الشيخ أبو بكر جابر الجزائري رحمة الله عليه أن يذهبوا وأن ينهلوا من علم شيخنا رحمة الله عليه. ترك الشيخ إرثا علميا كبيرا، والشاهد عليه مكتبته العلمية الكبيرة بكبر محتوياتها العلمية القيمة، وتعتبر من أندر المكتبات في المنطقة، إذ تحتوي على مخطوطات قيمة وكتب نفيسة من أمهات الكتب، سواء في العلوم الشرعية والفقهية واللغة العربية، وخاصة علم الأنساب الذي برز فيها الشيخ أيام بروز. هذه المكتبة كما أسلفنا الذكر تحوي على الكثير من الكتب، وخاصة من المخطوطات النادرة التي يفوق زمنها القرنين أو 3 قرون. فهذا أمر لا بد من الاهتمام به، ولا بد من للمخابر البحث أن تعطيه الأولوية في الاهتمام وفي إخراجه للنور، بعد أن ظل في غياب ظلمته طيلة هذه المدة. صحيح أن عائلة الشيخ قد وفت بما أوصى به الشيخ أن تبقى هذه المكتبة وقف لطلبة العلم وللعلماء، ولكن هذا لا يكفي، بل لابد من تسليط الضوء أكثر على حياة شيخنا أولا، وعلى مؤلفاته التي بلغت أكثر من 40 مؤلفا رحمة الله عليه. ألف في التاريخ والأنساب، ألف في علماء منطقة الزيبان، وألف حول حياة النبي خالد بن سنان العبسي الذي سميت باسمه مدينة سيدي خالد، ألف كذلك في بعض الأمور الفقهية، ألف في علم الحديث، ألف في الفقه وأصوله، ألف كذلك في علم التفسير. لقد عمل الشيخ عبد المجيد حبة إلى تفسير القرآن الكريم مرتين في حياته، مرة في المسجد العامر بسيدي عقبة، وأخرى ببلدة المغير الطيبة. وقد كان الشيخ غزير العلم، وكان موسوعة كبيرة حتى سمي بخزانة العلم. موسوعة في شتى المجالات، في شتى العلوم الشرعية وفي غيرها كذلك. فحتى عندما كان مريضا رحمة الله عليه، وعندما يأتيه المستفتي ولا يستطيع شيخنا أن يقوم ويطالع بعض الكتب، كان يأمر ذلك المستفتي بأن يأتيه بالكتاب من العمود الفلاني من الصف الفلاني، ويأمره بأن يفتح الصفحات التي
يتذكرها شيخنا رحمة الله عليه صفحة صفحة. وهذا ليس بغريب عن شيخنا، وقد عرف بسعة حفظه وسعة اطلاعه، سرعة حفظه وسعة اطلاعه رحمة الله عليه. ولهذا لقبه كثير من العلماء بأنه كان خزانة علم تمشي في الأسواق، أو كان موسوعة رحمة الله عليه. لم يقتصر نشاط الشيخ عبد المجيد حبة فقط في نشر العلم والدين، بل ساهم مساهمة كبيرة في مجال الكفاح ضد المستعمر الفرنسي، وذلك بالتحاقه بجيش التحرير الوطني قبل 2 من اندلاع ثورة التحرير المجيدة. الشيخ هو أول من ترأس لجنة جبهة التحرير في منطقة المغير لمدة 6 أشهر، فكان يرأسها، وقد تكفل بجمع الأموال لشراء السلاح لثورة التحرير المباركة المظفرة. ثم بعد أن علمت به سلطات المستعمر الفرنسي وأصبح محل بحث عندها، انتقل وهاجر وفر من مدينة المغير إلى بادية ولاد جلال، ثم بعد ذلك إلى الجزائر العاصمة، واستقر في الجزائر العاصمة في نزل الحفاف الذي هو بجوار مسجد كاتشاوا إلى استقلال الجزائر رحمة الله عليه. وهو في العاصمة كذلك كان يساهم في تشجيع المجاهدين وفي تحفيزهم كذلك على الجهاد في سبيل الله رحمة الله عليه. ولم يقتصر كذلك جهده على هذا فقط، حتى بعد الاستقلال فكان رحمة الله عليه يتنقل بين هذه المناطق، بل في كل القطر الجزائري، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويحفز الشباب ويوصيهم بما كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم، ويحث الشباب على العلم وعلى الاجتهاد وعلى طلب هذه العلوم التي بها تتطور الأمم وبها ترتقي الجزائر في مصاف الأمم رحمة الله عليه. تتلمذ على يد الشيخ العديد من الأسماء البارزة ممن تقلدوا مناصب علمية هامة ومن مختلف جهات الوطن، وقد أثنى عليه العديد من العلماء والمشايخ من داخل وخارج الوطن. من أبرز تلاميذه كذلك رئيس جمعية العلماء الجزائريين الحالي وهو الدكتور عبد الرزاق السوم، هذا من أبرز تلاميذه. كذلك من أبرز تلاميذه الشيخ عثمان بوزقاق، وهو من المشايخ الذين كانوا هنا في المغير رحمة الله عليه. تلاميذه كثر يضيق المقام على ذكرهم. نسأل الله عز وجل أن يرحم من مات منهم وأن يطيل في عمر من بقي حي منهم جميعا. وبعد عمر طويل مبارك في طلب العلم وخدمته ونشره، توفي الشيخ عبد المجيد حبة يوم السبت 29 من ربيع الأول عام 1413 هجرية، الموافق ل19 من سبتمبر سنة 1992. بعد مرض لم يدم طويلا، حضر جنازته الكثير من العلماء والمشايخ وطلبة العلم من كل مكان، وقد رثاه الكثير من الأدباء والشعراء، فرحم الله الشيخ وأسكنه فسيح جنانه.